مساء الخير، انا مرشدة السحرية دي قناة هيستوري ستوري. اول مرة تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو عجبك الفيديو. ولو انت عايزة نتكلم عن حاجة معينة اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. النهاردة هنتكلم عن فيلم ليلة الجمعة. فيلم ليلة الجمعة هو فيلم من انتاج 26 مارس 45، وهو فيلم نادر، ولكن هو موجود على النت، موجود على اليوتيوب، وممكن كمان نتفرج عليه. الفيلم مدته 95 دقيقة، ساعة ونص و5 دقايق. تصنيف الفيلم كوميدي. الفيلم من بطولة تحية كاريوكا وأنور وجدي وإبراهيم حمودة وأميرة أمير وبشارة وكيم وعبد الفتاح الأسري وإسماعيل ياسين وأحمد حداد وعباس الرحمي ومحمود لطفي ومحمد عبد المطلب وسوريا حلمي وغيرهم كتير. الغريب في الفيلم ده ان كل الشخصيات اللي طالعه في الفيلم طالعه باساميها الحقيقيه. ازاي؟ انور وجدي طالع باسمه الحقيقي. كان في واحد اسمه انور، عمه اسمه عبد الفتاح اللي هو عبد الفتاح الاسري، اجبره ان هو لازم يتجوز، ولو ما اتجوزش هيحرمه من الميراث. وبالفعل اتجوز وبعت لعمه جواب ان هو اتجوز فيه. انور وجدي كان ملتزم جدا من بيته لشغله، من شغله لبيته. فمرة صديق اللي هما من اصدقاء السوق لازم يا انور تيجي تحضر معايا الحفلة، لازم تحضر معايا الحفلة. وبالفعل خده ووداه الكباريه. وفي الوقت ده كانت مراته مسافرة، راح الكباريه وحضر الحفلة اللي هناك. وبعد كده الرقاصة اللي هي تحية كاريوكا خدته وودته بيتها. وبعد ما ودته بيتها طبعا الحفلة انتهت والناس كلها مشيت، فاكتشفت ان هو لسه موجود في الشقة بسبب كمية الخمور اللي شربها، فاغمى عليه وفضل موجود. عمه جه، فاول ما جه فمعرفش يعمل ايه، فعرفوا عليها على انها مراته. واول ما مراته جت عرفوا عليها ان هي مرات صاحبه. والدنيا اتعقدت لحد ما عمه عرف ان هو كذاب، وفي الاخر اعترف له بكل الحقيقة. وفيلم كوميدي جدا، هو فيلم كوميدي ساخر جدا وبسيط. وكده يكون الفيلم خلص، ويا رب يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتكتب كومنت برأيك، وتبص في اول تعليق مثبت على قناة او على صفحة الفيسبوك بتاعة القناة. وشكرا جدا لسماعكم في فيديو البسيط ده. سلام.